السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم عالم خديجة أم وديع. نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو اليوم كيف كتشوفوا معايا الصورة، فغادي نحضر معكم 3 ديال الاشكال ديال الفقاس. فقاس بريستيج كيف كتشوفوا معايا، اولا فقاس ملكي اللي كيجي يعني اكثر من رائع كيف كتشوفوا معايا. وغادي نحضر معكم فقاس اللي بالزرارع اللي كنعرفوا كاملين، وفقاس رولي هنايا يعني بواحد طريقه واحده اخرى. يعني فقاس اللي كيجي اكثر صراحه من رائع من خليط واحد اولا من عجينه واحده. خرجنا 3 ديال الاشكال ديال الفقاس اللي كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف. فقط يعني تبعوا معايا هنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقه والمكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمكونات فانا عندي هنا 6 ديال البيضات. بالنسبه للبيض هنا فانا عندي بيض اللي يعني متوسط الحجم. اللي كان عندكم البيض كبير فغادي تكتفوا فقط غير ب5 ديال البيضات. هنا كيف شفتوا معايا بالنسبه للبيض فالبيض عندي بحال ديال المطبخ. خديت واحد الاناء هنايا اللي غادي نخلط فيه هاد يعني العجين ديال الفقاس. اول حاجه فكسرت هنايا يعني 6 البيضات اللي عندي كيف سبق وقلت لكم. نضيف عليها هنايا 2 كيسان ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده كما هو موضح لكم في الصوره. يعني غادي نعبر معكم كل شيء بالنسبه للاخوات اللي عمرهم ما داروا الفقاس اولا اللي ما كينجحش معهم الفقاس. فكونوا اكيدين ان يعني الا تبعتوا معايا الفيديو فراه غادي ينجح معكم مليون في المئه. هنا ضفت قليل من الملح لتحسين الذوق، وعندي واحد الملعقه صغيره من قشور ديال الحامض محكوكين اولا تعوضوهم قشور ديال البرتقال الا ما كانش متوفر عندكم الحامض. هنا غادي نضيف واحد الكيس من السكر بنكهه الفانيليا. بالنسبه لي ما كانش عندكم هنايا لا الحامض ولا البرتقال فغادي ديروا يعني واحد الكيس من السكر بنكهه زهره البرتقال اللي تيجي حتى هو زوين. فهو غادي يعوض لكم يعني باقي المكونات الاخرى. ضفت هنايا كيف شفتوا معايا 2 معالق كبار مملوئين جيدا حتى ل3 ديال ماء الزهر. الا كان عندكم يعني الروح ديال الزهر فصراحه هو كيجي زوين بزاف، يعني ديروا غير قطرات منه وكيعطي رائحه يعني هو كيكون مجهد على الماء ديال الزهر. وهنا كيف شفتوا معايا خديت خلاط يدوي اللي بديت كنخلط به مزيان البيض مع باقي المكونات حتى كيذوب السكر. ممكن تستعملوا يديكم اولا تستعملوا العجانه اولا تستعملوا حتى يعني الطحانه اولا مولينكس اللي كنطحنوا فيها العصير. يعني لكم الاختيار هنايا في هذه المرحله هذه. انا اكتفيت فقط بالخلاط اليدوي. ضفت 2 كيسان مملوئين ديال الزيت. بالنسبه للكيسان هنا فنفس الكيسان اللي انا عبرت بهم السكر يعني نفس الكاس اللي غادي نستعمل هو اللي غادي نستعمل في باقي المكونات كامله. هنا بعد ما خلطت الزيت مزيان مع باقي المكونات اللي ضفت هنايا الدقيق، وغادي نضيف معاه الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للدقيق هنا فهو مغربل من قبل، يعني انا غربلته ديجا من قبل. غادي نضيف هنايا كيس من الخميره من وزن 8 غرام ونصف ديال الكيس الاخر، يعني في المجموع كيس ونصف. انا وريتكم يعني الكميه اللي بقات انني استعملت غير نصف ديال الكيس الثاني، ما استعملتوش يعني كامل. صافي غادي نبدا نخلط كيف كتشوفوا معايا هنايا. غادي في الاول غادي نخلط بالخلاط اليدوي. بالنسبه للدقيق هنا فانا ما ضفتوش دقه واحده، يعني غادي نضيفو على دفعات. يعني هنا بالنسبه لكميه الدقيق اللي خدا معايا الخليط كامل فخدا معايا كيلو وربع نتاع الدقيق ما يعادل يعني تقريبا عندي هنا واحد 12 كاس ديال الدقيق، يعني الكاس اللي انا عبرت به بطبيعه الحال المكونات الاخرى للتذكير فقط فهو كاس ديال العنبه اللي كنعرفوا كاملين. هنايا خديت يعني حيدت الفوي اولا الخلاط اليدوي بديت كنخلط بيديا كيف كتشوفوا معايا هنايا حتى كان يعني باش نحس بالقوام اللي انا بغيت في الخليط تاع الفقاس. وبطبيعه الحال كنزيد نضيف في الدقيق. هنا دائما كيف كنقول لكم واخا عندكم العبار ديال الدقيق فحاولوا انكم تضيفوه على دفعات، لان الدقيق كيختلف، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. فبالنسبه هنايا النوعيه ديال الدقيق فانا استعملت الدقيق الخاص بالحلويات. ف يعني القوام ديال العجين خاصو يجي بحال هكذا، يعني ما يجيش قاصح بزاف وما يجيش رطب بزاف. ف يعني حاولوا كيف يجيكم بهذا القوام هذا، يعني يجي شويه هكذا لين ما تقصحوش العجينه بزاف. فانا قلت لكم خدات معايا يعني كميه ديال 12 كاس اولا كيلو وربع يعني كيلو وربع بواحد 2 معلقات هكذا وافي ديال الدقيق. يعني حاولت انني ندقق معكم المكونات بالنسبه للاخوات اللي اول مره يديروا الفقاس. فهنايا كيف شفتوا معايا فرقت العجينه على 3، حاولت نديرها يعني على قطع يعني 3 ديال الاجزاء يكونوا متساويين. بالنسبه للجزء الاول فانا درت فيه معلقه صغيره النافع ومعلقه صغيره حبه حلاوه،
ومعلقه ديال الزنجله اللي بطبيعه الحال راه منقيين من قبل ومصهدين. هنا كيف شفتوا معايا صافي كنحاول انني ندخل دوك المكونات هنايا في العجين صافي، وكنحاول يعني نشكل هكذا بودان اولا عصيه اولا حربول، يعني كل واحد باش تيقول ليه. بالنسبه هنايا لحبه حلاوه فكتبقى اختياريه، انا صراحه كيعجبني المذاق ديالها. ممكن يعني تستغناو عليها وتضيفوا غير الزنجلان فقط والنافع. صافي هنا بعد ما شكلت البودان الاول درتو هكذا في الصفيحه، خديت الجزء الثاني من العجين اللي عندي وغادي نضيف عليه هنايا 2 معالق كبار ديال كاوكاو مطحون ومحمر مزيان كيف شفتوا معايا. فصراحه كاوكاو الا حمرتوه مزيان كيزيد يعني يبان مزيان المذاق ديالو، ويعني كيبقى مجهد هكذا. وبطبيعه الحال الا حمرتوه فكيعطي حتى واحد اللون زوين صراحه في العجين او في العجينه تاع الفقاس. كيف كتشوفوا كيف هو موضح لكم هنا في الصوره، غادي نقرب لكم باش يبان لكم. صافي هنا بعد ما دخلت ديك 2 ملاعق اللي درنا ديال الكاوكاو مطحونين، خديت هنايا يعني تفاديا من انني نزيد نضيف الدقيق، يعني خديت هكذا خديت ورق ديال الطبخ ولا بابي كويسون، او ممكن تستعملوا بلاستيك باش ما تزيدوش تضيفوا الدقيق. هو صراحه يساعدكم باش ما يلتصق لكمش العجين. السطح ديال العمل شكلت منه كيف كتشوفوا معايا على شكل مستطيل اللي يكون رقيق. هنا نحاول نبين لكم باش تشوفوا السمك ديال العجين. من بعد هنايا فضفت 2 معالق كبار مملوئين ديال مربى المشمش، اولا تستعملوا مربى ديال البرتقال اولا ديال الحامض، يعني بحساب اللي كيتواتى هكذا مع الكاوكاو ومع باقي المكونات اللي ضفنا في الفقاس. صافي حاولت ندهن اولا هكذا ندوز داك المربى كله على الوجه ديال العجين كامل وعلى الجوانب يعني كامل، وغادي نبدا نلف الفقاس ديالي هكذا يعني بشويه، وغادي نحاول اني نزير ونستعمل بطبيعه الحال بالورق اللي استعملت اولا البلاستيك الا استعملته بحسب نتوما اللي يعني استعملته، هكذا بشويه حتى كنروا لي كامل هاد المستطيل اللي عندي ديال الفقاس. صافي وهنا كنحاول نقرص كيف كيبان لكم كيف هو موضح لكم في الصوره، كنقرص هكذا العجين مع بعض باش ما كيتحلش ليا باش يكون تيطيب يعني هكذا في الفرن. صافي غادي نحيد الورق وغادي نحطه في سطح العمل هكذا باش ما يعذبنيش، وغادي نحاول ندي فيه ونجيبو انا كنفرغ يعني داك الهواء اللي كيبقى ليا ما بين هكذا فاش كنتكرروا لي العجين، داك الهواء اللي كيبقى كنفرغوا فيه، وحنا في نفس الوقت يعني كنقادو هكذا البودان ديالنا. ضروري من هذه المرحله باش ما كيبقاش لكم هكذا الفراغ بزاف في سميتو ديالكم. فاش تكونوا كتقطعوا الفقاس غادي يبدا يتكسر لكم الا بقاو هكذا فراغات في وسط العجين. وضعته يعني حتى هو في الصفيحه، وخديت الجزء اللي بقى عندي الاخير اللي هو الثالث حتى هو، خديت الورق وبديت كنطلقه بنفس الطريقه اللي درنا يعني اللي قبل منه. فطلقته هكذا على شكل مستطيل. خديت هنايا صفر ديال البيضه مع ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم كيف كتشوفوا معايا هنا. ممكن اضافه قطرات من الخل او قطرات من الحليب. هنا الخل بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكذا يعني ديك الرائحه ديال البيض، ويا درنا هنا عفوا قهوه سريعه الذوبان فما كتخليش يعني الريحه ديال البيض باينه. صافي غادي نحاول ندهن هكذا الوجه كامل بداك الخليط اللي عندي ديال البيض مع القهوه السريعه الذوبان. نحاول يعني انني ما نخلي حتى شي بلاصه. ضروري من هذه المرحله نتوما غادي تشوفوا علاش درنا يعني هاد المرحله هذه ديال اننا دهنا العجين. صافي بعد ما دهنت هكذا مزيان الوجه ديال العجين كامله، هنايا غادي ناخذ المكسرات اللي غادي نستعمل. بالنسبه للمكسرات فانا خديت هنايا الكركاع اولا الجوز، درته بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، يعني كل حبه نتاع الجوز مقسومه على جوج. كنحاول نديرها بالعرض بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا، وانا كنخلي واحد شويه ديال الفراغ ما بين حبه وحبه، كنخلي يعني واحد المساحه يعني ما تكونش بعيده بزاف غير شويه، وتيبقى يعني بحسب النوعيه ديال المكسرات اللي غادي ديروا نتوما. ممكن ديروا لاكاجون، ممكن ديروا العنب المجفف، فواكه الجافه كامله، مشماش، يعني اي نوع كان عندكم ديال الفواكه الجافه. فهنايا غادي نبقى مستمره حتى كنكمل يعني الكميه اللي عندي الكركاع كامله. فتقريبا هنايا هذا خدا لي هاد البودان نصف رابعه، وكيبقى بحساب يعني الكميه اللي درتو نتوما ديال الفقاس. هنايا فعندي شويه ديال اللوز حتى هو غادي ناخذ يعني ديك الفراغات اللي بقاو ليا اولا اللي خليت ما بين قطعه وقطعه نتاع الجوز ولا الكركاع. غادي نبدا نوضع اللوز وحتى يعني الفراغات كامل اللي بقاو عندي غادي ندير فيهم اللوز. بالنسبه للوز انا هنايا فاستعملت لوز بلدي،
ممكن تستعملوا اللوز الرومي او اي نوعيه بغيتو نتوما ديال اللوز. فانا هذا كيعجبني صراحه المذاق ديالو واخا تيكون صغير كيكون المذاق ديالو احسن. صافي غادي نبدا كيف كتشوفوا معايا كامل نعمر هذوك الفراغات اللي عندي كاملين يعني بهذه الطريقه. صافي غادي نبدا نضغط شويه باش كيلصق ليا داك يعني داك المكسرات اللي درنا كاملين كيلصقوا في العجين وكيلصقوا في داك الخليط اللي درنا ديال البيض. يعني هذا علاش سبقناه باش دوك المكسرات يعني ما كيبقاوش يطيروا لينا هكذا فاش نكونوا كنلويو في البودان ديالنا اولا في العجين. هنايا خديت يعني بنفس الطريقه بعد ما ضغطت كامل على المكسرات خديت الخليط اللي عندي ديال البيض اللي سبق ودرت في الاول مع نسكافيه اولا مع قهوه سريعه الذوبان، وبديت كندهن الوجه كامل ديال دوك المكسرات وغادي نبدا نلوي بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. يعني انا كنلوي وانا كنحاول نقاد هكذا من الجوانب الا بانت ليا شي بلاصه ما مقاداش. صافي وكنبدا نزير يعني واحد شويه حتى كنوصل للاخر، وبطبيعه الحال كنقاد وكنقرص العجين بهذا الشكل باش ما كيخرج لياش يعني دوك المكسرات وما كيتحلش ليا العجين في الفرن. صافي هنا كندي ونجيب ضروري من هذه المرحله انكم يعني تديو تجيبوا مزيان هاد البودان ديالكم باش كيتفرغ داك الهواء اللي كيكون ما بين المكسرات واللي كيبقى لينا هكذا في التلويه ديال العجين. ومن بعد كنوضعهم في الصفيحه كاملين كيف شفتوا معايا انا في الصفيحه هنايا فرشت ليها الورق ديال الطبخ اولا بابي كويسون. الا ما بغيتوش ممكن غير دهنوها فقط تكتفيو بالدهن ديالها بالقليل من الزيت صافي وديروا فيها لي بودان ديالكم. وهنا خديت الخليط ديال البيض اللي بقى عندي مع القهوه صافي بديت كندهن مزيان. يعني اول بودان اللي درت ليه كاوكاو لداخل مع المربى اولا كونفيتور ديال المشماش. صافي وخديت هنا واحد الكميه من الكاوكاو كونكاسي حتى هو مطحون. صافي وبديت كنغلف به اولا كنغطي به كامل هاد البودان اللي عندي من الوجه كامل. هذا علاش يعني دهنته مزيان باش كيجي داك الكاوكاو لاصق عليه. صافي وغادي نكمل ندهن باقي يعني الكميه اللي عندي ديال هاد لي بودان اللي عندي ديال الفقاس غادي ندهنهم كاملين. لا بالنسبه لهذا اللي درت ليه الزرارع اللي درنا فيه هكذا النافع وحبه حلاوه والزنجلان، او لا الاخر اللي درنا فيه المكسرات اللي هو كيجي صراحه بريستيج او لا كيجي ملكي صراحه كيجي زوين بزاف. يعني كيف شفتوا معايا فقط تبعوا المراحل ديال الفيديو وان شاء الله راه غادي ينجح معكم والصراحه هو كيجي ناجح مليون بالمئه. هنا هذا اللي درت فيه الزرار طفت ليه فقط خطوط هكذا بالفرشاط. وهنايا غادي نبدا نثقب مزيان ضروري من هذه المرحله حتى هي باش ما كيطرطق لكمش الفقاس ديالكم في الفرن انكم تثقبوه هكذا بشوكه اولا بابره اللي تكون جديده ومعقمه وتحاولوا انكم تكوا مزيان هاد لي بودان ديالكم يعني قبل ما تدخلوهم للفرن باش ما كيتنفخوش وما كيطرطقوش لكم بزاف في الفران. صافي هنا غادي ندخل الفقاس اللي عندي الفرن دخلته الفران اللي هو بارد يعني ما سخنتوش من قبل. غادي ندخلو غادي نخليه على نار اللي هي مهيله يعني بحال الشكل اللي كنطيبوا الكيكه. غادي نخليه حتى يطيب. وبالنسبه للفرن ديالكم الا كان تيسخن بزاف فمره انكم يعني تنفسوا الفران يعني تحلوا الباب وتخليوه واحد شويه تعاودوا تسدوه باش ما كيطرطق ليكمش. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما طيبت الفقاس كيجي بحال هكذا يعني انا حاولت نوريكم هكذا انه راه ما كيجيش يعني ما تحمروهش بزاف باش ما يتكسر لكمش. بالاخص يعني هذا اللي دايرين فيه المكسرات يعني يجي بهذا الشكل. بطبيعه الحال حنا راه جربناه يعني يكون طايب مهم انه يكون طايب غير بالنسبه للتحمار على برا هكذا ما تحمروهش بزاف. فبطبيعه الحال يعني كتدخلوا يعني كتخشيو فيه هكذا موس او لا كوردون فاش كيخرج لكم ناشف هذا كتعرفوا ان الفقاس ديالكم راه واجد. صافي هنايا كيف شفتوا معايا خديت البلاستيك الغذائي اولا السلوفان وبديت كنلويه على دوك لي بودان اللي عندي كاملين. هنايا يعني ضروري من هذه المرحله يعني حاولت بالضبط في هذه المرحله انني ما نزربش لكم الفيديو يعني واخا زربت لكم في المراحل الاخرين مع العلم انني كنقول لكم المراحل كامله والفيديو راه شارح نفسه بالضبط. يعني في هذه المرحله هذه ما بغيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا يعني المراحل هذه اللي هي مهمه صراحه. لان يعني هذه المرحله صراحه اللي هي اللي يعني الا بغينا نقولوا 50% من نجاح الفقاس بريستيج بالاخص. يعني هذا اللي درنا ليه المكسرات بالضبط يعني ضروري من هذه المرحله. هذا اللي كيكون ضامن النجاح ديال الفقاس ديالكم انه ما غاديش يتكسر لكم نهائيا فاش تكونوا كتقطعوا فيه. يعني نتمنى ان الشرح يكون واضح لكم وانني وصلت لكم يعني الفكره يعني راه كتشوفوا يعني
هي الطريقه اللي كندير، وحاولت انني نوصل لكم حتى قولا. هنا كيف شفتوا معايا فخديت البودان الثاني حتى هو، وبطبيعه الحال بنفس الطريقه غادي ناخذ البودان الثالث اللي درنا ليه الكونفيتور مع كاوكاو حتى هو غادي نغلفو مزيان. كيف كتشوفوا معايا هنايا يعني حاولت غير نوريكم التحمار ديالو حتى هو كيف جا يعني من التحت. صافي غادي نغلفو مزيان وغادي نخليهم على جنب. هنايا ما غاديش نطيبهم، ما غاديش نقول لكم خليهم ساعه اولا خليهم ساعتين، فبالضبط يعني ضروري ومؤكد لهذا اللي كنهضر عليه بزاف اللي فيه المكسرات. يعني الاخوات بزاف اللي صراحه طلبهم مني انني نشاركوا معاهم وما كيصدق ليهمش، يعني في التقطاع فاش كيكونوا كيقطعوه كيتكسر لهم عفوا. فيعني ضروري انكم تخليوه ليله كامله. هذا النجاح ديالو نتوما غتشوفوا معايا اننا غادي نقطعو قدامكم وما غتكسر فيه حتى شي حاجه، يعني ما يتفرتت ليناش نهائيا. هنا غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى الغد ليه عاد غادي نقطعهم. هنا بالنسبه للفقاس ديالنا بعد ما خليته ليله كامله، هنا يعني كنهضر على الاخر اللي فيه المكسرات. اما بالنسبه لهذا فممكن يعني ماشي ضروري انه يبات، يعني فقط تغطيوه غير هكذا 2 سوايع حتى ل3 بما يبرد. تغطيوه بمنديل يكون يعني فازك شويه وتغطوه ببلاستيك وتخليوه. فهو صراحه راه يعني ممكن يعني هذا تقطعوه في نهارو. بما انني يعني زعما ما عنديش كميه كثيره منه، وانا يعني الغد اللي غنشعل الفران غنشعلو على قبل الاخر، فخليتهم كاملين حتى الغد ليه. هنايا بديت كنقطع قدامكم كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للتقطاع هنايا اولا العرض الفقاس فكيبقى لكم اختياري. يعني كيف كتشوفوا معايا هنايا في الصوره فراه ما تكسرش نهائيا، ما تكسرت منه حتى شي حاجه. فقط الموس يكون ماضي اولا يعني يكون عندكم موس خاص بالفقاس، اولا تاخذوا يعني موس هكذا جديد وتخليوه دائما خاص بالفقاس، يعني ما تقطعوش به، ما تستعملوش في حتى شي حاجه من غير الفقاس. هنا كيف كتشوفوا معايا بالنسبه للبودان اللي درت ليه المكسرات حتى هو غادي نقطعو قدامكم. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه كيتقطع صراحه بسهوله الا خليتوه حتى يبات. كيف كتشوفوا معايا نتمنى ان يعني يكون الشرح ويكون الفيديو واضح لكم. يعني حاولت ما امكن انني ما نقطعش لكم هاد المراحل بزاف لانهم صراحه هما مهمين باش تشوفوا يعني حتى لضمان نجاح الوصفه. قطعته قدامكم كيف كتشوفوا يعني كيف كيجي، راه كيجي صراحه اكثر من رائع وما كيتفرتش نهائيا. يعني حتى دوك المكسرات اللي درنا ما كيتحيدوش منه، كيتحيدوش لينا هكذا من العجين. صافي وغادي نستفهم هكذا في الصفيحه ديال الفرن. بقى عندنا اخر بودان اللي هو اللي درنا فيه هذا المربى، حتى هو غادي نقطعو قدامكم باش تشوفوا. وكيف سبق قلت لكم في العرض نتاع الفقاس نتوما اللي كتحكموا فيه بحسب يعني الرغبه ديالكم. كيجي حتى هو صراحه اكثر من رائع، كيجي فيه داك النكهه ديال المشماش مع باقي يعني المكونات اللي ضفنا، كيعطي واحد الرائحه اللي رائعه صراحه والمذاق حتى هو. وهنا بعد ما كملت الفقاس ديالي كامل بالتقطاع درته في الصفيحه ديال الفرن كيف كتعرفوا كاملين. فصراحه عطاني واحد الكميه اللي لا باس بها. كيف كتشوفوا معايا كميه اللي هي زوينه اولا كميه اللي هي معقوله. كيف كتشوفوا معايا هنايا واخا ما درناش يعني بزاف ديال المكونات فعلا ما كترناش، فاعطتنا واحد الكميه اللي هي كثيره وخرجنا منها يعني 3 ديال الانواع. هنايا غادي ندخل الفقاس الفرن وغادي نخليه بطبيعه الحال على نار اللي هي مهيله جدا، هذا باش كيتحمر لنا الفقاس يعني كيجي اللون ديالو موحد، يعني كيجي عنده نفس اللون ما كيتحرق ليناش، وبطبيعه الحال حتى كيجي مقرمش يعني كيجي ناشف من الداخل وكيجينا الفقاس ديالنا مقرمش وكيجي زوين. يعني غادي نقصوا عليه الفران ونخليوه حتى يتحمر على خاطره. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما تحمر الفقاس يعني كيجي بهذا الشكل. تيجي الصراحه اللون ديالو رائع جدا عفوا. وبالنسبه للرائحه صراحه ما نعاود لكمش، انا نخليكم حتى تجربوا وانتم غادي تحكموا، ولا سواء هذا اللي درنا ليه المربى مع كاوكاو ولا يعني هذا اللي درنا حتى هو بالزرارع كيف كتشوفوا معايا، او لا الاخر اللي درنا ليه المكسرات. صراحه راه كاملين كيجيو زويونين. فقط يعني تبعوا كيف قلت لكم المراحل كامله وراه غادي ان شاء الله ينجح معكم الفقاس 100%. يعني كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نحاول نقرب لكم يعني اكثر. نتمنى يعني تجربوه وينجح معكم وتكون الوصفه ديال اليوم يعني نالت الاعجاب ديالكم يعني وتنجح معكم ويكون الشرح واضح لكم. صراحه ما سخيتش بكم،
الفيديو ديال اليوم وصل للنهايه ديالو، ما بقى لي الا نودعكم، الامل اللقاء بكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.